السلام عليكم الكيف ان شاء الله تكونوا كاملين ملاح ويا راكم توجدوا الباك ونفسيه مرتفعه ماكش فاقدين الامل في الباك الف مليار خاطر قلنا بلي هذا الباك امتحان عادي ما يخلعك حتى واحد ما يخوفك حتى واحد ما يجي حتى واحد يريبك المولاي. هذا الكلام حفظناه خلاص. اليوم راح نتكلم على الانجليزيه كما وعدتكم وكما شفتوا في الكومنتار وراك عادل ورا الفيديو اللي قلنا عليه هاني ما جات فيه ورانا راح نتكلموا عليه دوقه دوقه يعني ببساطه وبالعقل. اليوم راح نتكلموا كيفاش نسلكوا راسنا نهار الامتحان تاع الانجليزيه وكيفاش نجيبوا اكثر من 10 وبسهوله وراح نشرحوا القواعد والاسئله بابسط طريقه يعني بخلاص بعد لا حاجه يكون راسك راسا ما تفهمها خلاص. يلا ما نطولوش عليكم دركا. اذا كنت زاير في القناه جديد فعملك الاشتراك في القناه ابوني باه تستفيد ويلحقك جديد. ما تنساش تبارطاجي معنا الفيديو ديرنا لايك حابين يعني نتمنى انه حابين نلحقوا هذا الفيديو 1000 لايك خلال يومين خلال يعني تقدروا تلحقوه. يلا يا جماعه مش خساره يعني تبدا الفيديو ياسر. يلا راح نبداو احنا على بركه الله يعني مش عنطولوا. كما الانجليزيه كما تعرفوا عندنا 3 اجزاء. عندنا الجزء الاول يتعلق بالنص وعندنا الجزء الثاني يتعلق بالقواعد اللي قرأتوها والثاني يتكلم على الفقره. نبداو بالجزء الاول. الجزء الاول اول سؤال راح يصادفك يقولك ذا تكست. قلنا ذا تكست يعني النص هو وشني اي بوك اي سبيش اي ماجازين اي نيوز بيبر اي ويب ارتكل. يعني هل هو كتاب خطاب مجله جريده انترنت. يعني هذا النص من وين مقتطف من وين المصدر تاعو. راح نعطيك شوف اول ما تشوف ذا السؤال تريبل النص اذا شفت موقع يعني دوت كوم او ار جي ان او تي الى غير يعني موقع نورمال سيت رابط هذا طور جاي من موقع انترنت خلاص تفهمنا. تشوف يعني رابط هذا جاي من الانترنت. تشوف كلمة اتباوتد فروم يعني مصدر من يعطيك عنوان تاع كتاب كما هذا things fall apart يعني مقتطف من كتاب. إذا شفت اتباوتد يعني فروم يعني هذا مقتطف من كتاب خلاص. تشوف اسم جريدة مثلا كما جريدة الشروق نهار. تشوف جريدة مثلا مشهورة عالمية أحد تقول له من جريدة. تشوف مثلا ايضا سكول ماجازين والى غير ذلك أحد تقول له ماجازين يعني مجلة. إذا شفت أنه مثلا يعني مثلا شفت في بداية الكلام هاي دوار معناه ماي عزيزي هاي لا عزيزي ولا فهو رسالة يعني ديريكت يعني رسالة بريدية أو إلكترونية إلى غير ذلك. إذا شفت أنه جريدة يعني بملخص قول تشوف رابط هذا موقع من الانترنت. تشوف اتباوتد فروم يعطيك عنوان الكتاب هذا من كتاب. تشوف جريدة ولا حاجة كما نيوز ولا تدخل فيها كلمة نيوز وباه تعرفها جريدة يعطيك النهار والشهر والعام. هذه راه جاية من يعني من جريدة. شفت مثلا هذيك ما يدوار يعني أهل عزيزي ولا فهي رسالة إلكترونية خلاص. هاو عندنا نموذج في البكالوريا يعني هاو عطام قالك أي نيوز بيبر اقتراحات ذا انترنت أي بوك وانت تشوف في النص. يلا روحوا للسؤال الدوزيام هذا إن شاء الله تكون فهمتوه. السؤال الدوزيام مش راح يقولك سؤال الدوزيام يقولك the type of the text is يعني نمط النص أو نوع النص. ما هو النوع النص كما نقرأ احنا في العربية سردي وصفي عرضي جدلي توجيهي إلى غير ذلك. انتبه تعرفوا هذا ناراتيف يعني سردي ولا ديكسبراتيف يعني وصفي ولا اكسبوستري عرضي ولا ارجمونتاتيف يعني جدلي ولا حجاجي هذه يعني ولا بروسكريباتيف يعني توجيهي ارشادي. انتبه تعرفوا نعطيك طريقة سهلة يعني من خلال النص تشوف النص تعرفوا وش من النمط تاعه. يلا نشوف مع بعضنا. النص كما تعرفوا انه يتكلم على موضوع يتكلم على السيفيلايزيشن يتكلم على مثلا الرشوه يتكلم على اي موضوع يحب. اذا شفت النص يتكلم على علم الفلك يعني الاقمار وكيبلر والى غير ذلك راح يكون نمط وصفي ديسكريباتيف يعني يتكلم على علم الفلك فهو وصفي ديريكت. اذا شفته يتكلم على السيفيلايزيشن يعني الحضارات وشفته يتكلم على الهيستوري يعني تاريخ ولا الى غير ذلك فهو ناراتيف. اذا شفته مثلا يجادل مع واحد وحجج وبراهين والى غير ذلك فهو ارجمنتاتيف. اذا شفته يتكلم على يعني الطعام فود ولا شفتوا يتكلم على سيونس يعني علوم شفتوا يتكلم النص على الطعام وهذا عن الصحة ولا غير ذلك فهو اكسبوستري ديريكت. راح نعطي مثال خلاص انت لازمك تحفظ المعلومة ان اذا يتكلم على علم الفلك فهو وصفي يتكلم على سيفيليشن فهو ناراتيف يتكلم على الفود فهو يعني اكسبوستري. يلا نشوفوا نعطي مثال. عندنا هذا المثال شوف هاو قالك ذا تكست از اعطاهم الخيارات ارجيومنتاتيف عندهم ناراتيف اكسبوستري. احنا نرجعوا للنص ونبدا نشوفوا الكلمات المفتاحيه. يلا انا نمشوا. عندنا نقرا الفقره الاولى والو نقرا الفقره الدوزيام والو. شوف فقره التروازيام فسر الدوزيام ذا فود يعني ذا فود. احنا واش قلنا ذا فود قلنا ذا فود يعني كي تشوف ذا فود يعني النص يعني يتكلم على طعامه راح تكون اجابتك طول واش تكون اجابتك تكون اكسبوستري. راح نشوفها اكسبوستري نشوفوا في الاجابه النموذجيه إجابة النموذجية ذا تكست إز إكسبوستري يعني تعلمنا كيفاش نجيبوا هذا النمط النص وعنوان يعني السؤال الأول ذا. يلا راح ننطلق إلى السؤالات اللي جاية
خلونا نكملوا اللي بقاو. يعني السؤال الثالث شو حيجيك؟ يجيك ترو اور فورس، يعني اجيب بصحيحه او خطا. انت هذا لازمك تقرا النص يعني 3 خطرات 4 خطرات. شوف يعني ماكش فاهم حرف من ذاك النص اقرا وما تخافش، اقرا هذاك خاطرك تري اور فورس تعتمد على انك تشوف النص. هو خاطرش هذا الجواب تاعو يتعلق بالنص، يعني راح يتعلق بالنص. راح تلاحظ يعني تدير مقارنه بين السؤال اللي عطاه لك واللي في النص، تشوف تقارن بيناتهم. حاجة واحدة انك تشوف تراعي يمكن لتغيير طفيف ان يغير معنى الكلمة، يعني او المعنى بالكامل. كمثال ان يكون حرف جر مثل اي ان، او لا يكون حرف نفي مثلا نوت الى غير ذلك. يعني مثال، شوف نقول لك انا اروح، تقول لي ما نجيش. بعد نقول لك مثلا تروح للنص تلقى نقول لك اروح، تقول لي اني جاي. الماء ما نجيش تبدلت باني جاي، يعني لا حرف صغير بدل المعنى. انت درك واش تراعي، يعني تروح تشوف تقدير مقارنه وتشوف قدام ديك الكلمه، تشوف كان مثلا شو حروف تاع نفي حروف تاع جر يعني اللي قادرين يبدلوا المعنى ولا مش قادرين. بعد اذا ما لقيتش خليها ترو، اذا لقيت تغيير المعنى يعني دير فوس وراك تهنيد على حق. هذا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ايش يقول لك؟ هذا ديما السؤال اجيب هذه تاع answer the question according to the text، يعني اجيب على الاسئله من خلال النص. هذا يتعلق بالفهمك الصحيح، يعني يعني تفهم النص وتبدا تجاوب عليه النص. دير في بالك باللي هذا النوع من الاسئله عندها اسئله، كان اسئله يعني ذات جواب يعني طويل، وكاين اسئله ذات جواب قصير. شوف كنت لاحظ يعني كي يكونوا مثلا يصحوا في الاختبار لفر تاع انجليزيه، كاين مرات واحد الاجوبه تلقي الجواب تاعها يس ات دوز، هذا مكان، ولا تلقي نوت از دوز نوت، هذا مكان يعني تلقي هذا مكان الجواب تاعها قصير. ولا تلقي مرات واحد الكلمات جمله حفنه من الكلمات ها. يعني هو هذا الاسئله ذي تاع اجب على الاسئله والنص كاين نوعين، كاين الاجوبه الطويله وكاين الاجوبه القصيره. كيفاش يعني تجاوب وتعرف هذه قصيره ولا طويله؟ يلا خلينا نتبعوا. كما قلنا لازمك تفهم يعني وتفهم وتشوف ذاك السؤال وتروح شوف تبدا تدير مقارنه وتبدا تشد من ذيك الكلمه وتبدا من الحدود الشرقيه الى الحدود الغربيه وتحطها وتداي نقطتك. يعني تبقى لك لانك تشوف وين تجاوب بالجواب القصير وين تجاوب بالجواب الطويل. يعني الاسئله اللي تحتاج لجواب طويل يعني كامل، شوف هذه تاع تبدا بوات وير وان واي الى غير ذلك. اذا جاوبك بوات يعني السؤال لازم الجواب تاعك يعني لازم يكون يحتوي لون رقم هاتف اسم عمل الى غير ذلك. اذا كان يبدا بوير لازم الجواب تاعك يحتمل المكان. اذا كان وان يعني لازم الجواب يكون تاعك يحتوي الزمان. اذا كان واي راح يكون يعني السبب. كيفاش يعني هذه درك يعني كل ما تشوف ذا الشكل لازم الجواب تاعك يحتمل يا مكان يا زمن حسب اللي عاطيه لك وذاك الوردز. يعني برك ملاحظة بسيطة، إذا شفت الجواب تاعك يبدأ واي يعني اللي قلنا له الجواب تاعك لازم يحتوي سبب، الإجابة لازم تبدأ بيكوز. يعني ما تبداش بيكوز مش راح تدي يكون ممكن تجاوب كل بس راح نقطك مش راح تديها كون ما تبداش بيكوز. راح نعطيك مثال وشوف كيفاش داير الإجابة تاعو. يعني تفاهمين؟ إذا شفت كلمة واي لازم الجواب تاعك يبدأ بيكوز كما هذا السؤال ها الرابعة واي دو إلى غير ذلك. شوف الجواب تاعو، يلا نديك الجواب تاعو. يعني لازمك بيكوز باش تحسب لك النقطة ها هنا ها بيكوز يعني بيكوز لازمها تحتوي على بيكوز. كون ما كانش بيكوز مش راح تحسب لك الإجابة. أوكي يعني لازمك تعرف هكا. يلا نروحوا هذيك. كيفاش تعرف باللي هذا الجواب يحتمل يعني جواب قصير؟ إذا بدات قالك إذا بدات بدوز دو دي راح تكون الإجابة بياس ولا نو، هذا مكان يعني يس دوز ولا نو از دوز نوت الى غير ذلك مع التوضيح يعني تكمل ممكن. هذا هو الاجابه القصيره. يعني لازمك تعرف في ذا الشكل انه كاين اجابات يعني طوال وكاين اجابات قصار. كيفاش هذوك الطوال اللي تبدا بواي ووات والى غير ذلك، واللي تبدا بدوز ودو وديد يعني لا هي اجابه تحتمل يعني يس ولا نو، هذا مكان يس ولا نو وخلاص. يعني هاي كيف اذا كان الجواب بنعم قلنا اذا كان يعني نعم دير يس تبدا بنعم فالفاعل ثم الفعل المساعد. واذا كان الجواب لا تبدا بنو دير مثلا كما هذيك تاع نعم دير ياز ات دوز. اذا كان نو دير نو از دوز نوت دير اداه نفي وتكون هذه هي اجابتك في الاسئله اللي تبدا بدوز وديد ودو. هذا ما يلا درك بعد ما كملنا الاسئله ذيك تاع كيفاش الاجوبه القصيره مش هذيك تاع اجب عليها من النص، نروحوا السؤال الخامس يقول لك ان ويش باراجراف it is mountain that. يعني في اي فقره ذكرت هذه المعلومه او الفكره. هو يمد لك معلومه ولا فكره ويقول لك في اي فقره يعني جات هذه المعلومه ولا الفكره. شوف راح نعطيك مثال كما هاي هنا بكالوريا. شوف ها السؤال
إن ويش باراجراف إلى آخر الكلمة هذيك في أي فقرة تشوفوا واش يدير. هاو نموذج عندنا بكالوريوس لغات أجنبية دومين 9. هاو يعطيك ويعطيك هذه الكلمة ولا هذه الجملة ولا هذه الفكرة، ولا يقول لك تالي في أي فقرة وضعت هذه المعنى ولا هذه الفكرة. شو أنت راح تشد الكلمة وتروح تشوف معناها وتروح تشوفها وين تكررت، ولا شوف وين لاحظتها أنها تكررت ياسر في ذاك الفقرة الأولى الدوزيام ثلاثة، راح تكون الجواب تاعك وشني تذكر له واش من فقرة، يعني فقرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هذا ما كان يعني تشوف ورا المعنى تاعها ورا يتراوح هنا فقرة وتعطيه هنا فقرة، قولوا مثلا الفقرة الأولى الفقرة الثانية هذاك ورا يتراوح المعنى وتدي هذه نقطتك. هذه تاع الإجابة تاع هذا السؤال إن ويش باراجراف يعني. نروح السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد يدك اللي مدلك هذه السؤال على من تعود الجملة. نروحوا لصفحة 13 يعني على من تعود الجملة راح يمدلك يعني مثالات يعني ذاك واضح كما تلاحظوا. شوف يمدلك في الكلمات مسطرين، يمدلك يسطر لك على ايد هي شي ذاي، يسطر لك شفتوا هذيك يمدلك يسطر لك ويقول لك وش من على من تعود على شكون على من تعود. انت درك ببساطه هذه وش طلب منك تعرف وشني معنى ايت على من يعود، شي على من تعود، هي على من يعود. انت ذكر كي تعرفهم، انت ذكر كي مثلا شي هي تعود على هي يعني هي انت تروح تعودها له على جمع ولا هبي ينسوا الاجابه ما تروح. ولا مثلا هي كلمه تاع جمع ذاي ولا هي ولا ذام يعني تعود على الجمع، انت تروح تجيبها له على شكل مفرد ولا تقول هاي تعود على مفرد. واه انت ذكر واش مطلوب عليك تعرف انه ايه تعود هو على الحيوان الجامد ولا مفرد غير العاقل، هي على العاقل المذكر، شيء على الانثى يعني، وتبدا له تعرف انه هذا يعود على مثلا ذاي الجمع العاقل، ثير ذام يعني الجمع، تعرف انه على من تعود. ذكر كي تعرف انه تعود على جمع يمدها لك مثلا يمدها لك تروح تشوف ديما الجمع وشين ياك هو ينتهي بالاس الجمع، تروح تشوف كلمه تنتهي بالاس وقريبه لذيك المعنى ترب تعطيها هذاك وتلقى اجابتها على من تعود. على من تعود تكون على الفرد هي ما ترجعش على الجماعه، يكون على الجماعه ما ترجعش على الفرد، تكون على الفرد يعني مذكر ما يطرحش الا ترجع الانثى. وهذه كي تعرف درك هذا تعرف كيفاش ترجع على من تعود. هي دائما في الاغلب هو قيمه ذلك نسبه 30% تكون في مقدمه الفقره، في مقدمه الفقره 30% الاخرى تجي تحتها بعد لاصقه معاها، مثلا لاصقه معاها بعد يمدلك ايه تلقي الكلمه بعد لي سابقتها تلقي هذيك هي على من تعود. في الاغلب كاين 30% في بدايه الفقره وكاين 30% لاصقه فيها بعد الكلمه، هذا في الاغلب. وانت عد الخمه هاي تعود على الجمع جمع، تعود على مفرد فرد، وانت تعرف كيفاش تجاوب على حسب النص اللي عندك ثم في النص. نكملوا الاسئله. كاين يجيك واحد السؤال ديك تاع كيفاش يعني ملاحظه يعني بسيطه يعني باه نكملوا الجزء الاول، يمدوك يقولك كيفاش يعني كيفاش تما تقدروا تجيبوا المفردات اذا طلبوهم منكم. يعني كاين يمدوكم مرات ويقول لكم جيب لي مفردات مثلا من فقره واحد فقره اثنين فقره ثلاثه. شوف كملاحظه اذا كانت الجمله تنتهي بالودي يعني اللي مدوهاك وقال لك جيب لي المفرد تاعها لازم تجيب الكلمه نفسها تنتهي بالودي، يعني ببساطه مش راح تجيب حرف ادخل تنتهي بالودي تجيب الودي. اذا كانت الجمله تنتهي بالان جي كذلك المفرد اللي راح تجيبه ينتهي بالان جي. اذا كانت الجمله تنتهي بالاجراء المفرد اللي بتجيبه ثاني يجيب الاجراء يعني في ذيك الوقت. اذا كانت جمله جمع كذلك المفرد جمع، اذا كانت الجمله اسم كذلك مفرد. يعني اللي يمدوا الكلمه يمدوها يقول لك جيب لي مفردات، يمدوكم مرات ثلاث كلمات ربع كلمات يقول لك جيب لي مفرد. اذا تنتهي بالودي اللي بتجيبه لازم ينتهي بالودي، ينجي ينجي اجراء جمع جمع اسم. مش راح تجيب اسم تجيب له فعل ولا حي. ذكر راح الجزء الثاني. يلا ما نطولوش عليكم. درك بعد ما كملنا الجزء الاول تاع اللي متعلق بالنص راح الجزء الثاني اللي متعلق بالقواعد. يعني القاعده الاولى اللي راح نتكلم عليها على صوتات وصوجات، يعني كيفاش هذه القاعده وكيفاش يعني يجي السؤال تاعها وكيفاش نحلوها راح نوريها لكم يعني سهله. السؤال تاعها كما راكم تشوفوا هنا يعطيك يقول لك في هذه يعطيك صوتات صوجات ودخلهمني في هذه الجمل، يعني دخلهمني في هذه الجمل يعني لازم تبقى بنفس المعنى. ونزيدوا عندنا ثاني مثال واحد اخر. مثال يعطيك يقول لك اعطاك الجمله ويقول لك دخل لي في هذه الجمله صوتات وهذه الجمله هاي وين واحده اخرى الدوزيام يعطيك يقول لك دخل لي الصوجات. انت كيفاش دير القاعده تاعها سهله معك. هو راح يعطيك الجمله كما شفنا ذيك ويقول لك دخل لي يعني صوتات ولا صوجات. انت ذاك اذا قال لك لم ياتي بعد الصفه اي شيء فاستعمل صوت، واذا وجدت بعد الصفه اسم فاستعمل صوج. يعني كيفاش ذاك نشرحها بالتفصيل سنة. انت ذاك في مثالنا الاول شوف كونترفيت برودكتس ار شيب الصفه هي شيب يعني رخيص وما بعداش كلمه اخرى يعني شوف بعدها لا نقطه كما راكم تشوفوها بعدها نقطه
بعد بيوبل دونت الى غير ذاك. هذه ما نستعملوا لها قاعده سو ذات، يعني سو ذات. شوف كنت ترجع لنا هاي، ترجع لنا كونترفيت برودكتس ار نلحقوا عند ار، نديروا سو ونكتبوا الصفه ذيك نحطها بيناتهم، وبعد نديروا ذات ونكملوا الكلام نورمال عاد. نروحوا المثال الثاني. شوف المثال الثاني قلنا انه اذا جات بعد الصفه اسم راح نديروا صوج ذات. شوف عندنا في المثال ده كونترفيتس ار اوف باد كاليتي. شوف باد يعني سيء، باد الصفة هي باد سيء وبعدها كلمة كاليتي. إذا فنستعمل صوج ذات فتصبح وش تصبح أنا كونترفيس ار اوف بعد اوف وش نديرو ساش بعد كاليتي ذات ونكملوا الكلمة الجملة يعني كما راه. هذه هي وش معنى صوج ذات وصو ذات. ونعطوا أمثلة كما لاحظنا قبيل قلنا لكم هذا السؤال تاعها. دوك نطبقهم على هذا من الأسئلة. شوف ايش عندنا السؤال يعني الجملة الأولى عندنا the water was، يعني بكملاحظة تشوف was تشوف ار تشوف is، was ولا is ولا ار تشوف من وراها كلمة واحدة دير ومكان بعد ذيك الكلمة مكان تحية، ولا تشوف من وراها صفة مكان تحية من وراها، ولا تجي الجملة الثانية اللي قالك اربطها معاه راح تدخل سو ذات. إذا شفت من بعدها كلمة واحدة أخرى زوج كلمات بعد واز ولا ايز ولا ار يعني راح تدير قاعدة صار. وش عندنا ذا واتر دير واز دخل سو طريبلي يعني وبعد دير ذات وتكمل الكلمة. عندنا هنا هي is بعد اي فامous بيرسون يعني جوج كلمات فامous بيرسون راح تدخل is دير هي is صوش اي فامous بيرسون ذات وتكمل الجملة كمان. عندنا الثانية ذا ترافيك واز هايف يعني بعد ايش دير واز دير سو هايف ذات وتكمل الكلمة. نشوفوا في الحل ها هنا لدين وتشوفوا كما واضحة يعني سهلة. ما شو ايش عندنا ها ذا واتر واز دير سو ترابيلي ذات وكمل الكلمة. يعني ذيك الكلمة راح تحصر بيناتهم بين ذيك بين سو ذات ولا صوش ذات. عندنا هي is سيش صوش هاي فامous بيرسون دار ذات وكمل الكلمة. عندنا ذات ترافيك واز سو هايف ذات وكمل الكلمة نورمال. هذه هي يعني هذه هي قاعدة تاعها يعني بمختصر المفيد. شوف تشوف بعد ار وواز ايز يعني ار هذا تشوف من وراهم يعني كلمة واحدة كلمة واحدة وتشوف نقطة ولا تشوف الجملة الثانية راح تطبق عليها سو ذات وتمشي. إذا شفت من وراء معنى ار ولا ايز ولا واز هذه شفت من وراها زوج كلمات كما احنا شفنا باد كاليتي راح تطبق عليها قاعدة صاوش ذات وتكمل جملة. اوكي هذه هي يعني قاعدة الصو ذات والصاوش ذات سهلة معه وكيفاش تجاوب عليها. هذه درك بعد ما كملنا قاعدة الصو ذات والصاوش ذات يعني نروح القاعدة تاع شود. هذه يعني قاعدة دي تاع شود سهلة مهلة يعني بسيطة يعني درجة يقول لك شود تساوي هاد باتر. شوف المثال تاعها يعني وش هو يقول لك شوف مثلا كما عندنا المثال تاعها وي شود ستوب بيانج الى كونترفيت برودكتس واش تصبح سهله ما وش دي تنح شود هذه شود وتبدلها بهاد باتر. هذا ما كان شوف تصبح هكذا وي تبقى وي وي تبقى وي شود هذه نبدلوها بهاد باتر. هذا ما كان ستوب تكمل الجمله نورمال كما راها يعني وش بلاصه شود هذه تبدلها بهاد باتر. هذا ما كان هذه القاعده تاعها وعليها نقطه. وإذا كانت بالنفي شوف إذا كانت بالنفي مثلا كما عندنا وي شود وتكمل الجملة هذه شوف تصبح هكذا وش ندير الجملة هذه تبقى كما راه هذه وي درك بها أن نفية ترجع أن هذه تاع الفاصلة هذه اللي تشوفوا فيها هذه ترجع على الاش والآ يعني درناهم مع بعضها ودنا باتر نوت يعني النفي كما تنفي شودن تنفي باتر هاد باتر نوت. هذا مكان وتخلي الجملة كما راه يعني تشوف شول دير هاد باتر شولن دير هاد باتر نوت. هذا مكان يعني تبقى الجملة كما المثال نشوفوها هنا. هذا كان ها هنا لا تقول مش تجي ولا ها عندنا كما هذا ها لكم تشوف ها وعطي قالك وي شولن اعطاك الجملة كملها لك هنا قالك بيها حولها لي واش حولها حتى دير هذه كما درنا دير هاد هاي نحلك الشغل ترجع لك باتر نوت وتكمل جمله اذا يعني تبدل شولد بهاد باتر شولدن بهاد باتر نوت. هذا مكان هذه هي قاعده الشولد يعني والهاد باتر لا ادرك هذه تنينا من الصوتات والسي صوجدات والشولد تسوي الهاد باتر. هذه ثاني قاعده. درك نروحوا بعد ما كملنا هذيك القاعدتين نروحوا نحلوا مشكله تاع الجداول
راح كل جدول نمشوا عليه بطريقه، يعني عندنا 5 جداول كل واحد نعطوه عفسه ونعطوه شغل. اللي ما يعرفش الجداول من الجداول اللي باين نحلوهم واللي باين نعطوهم حل مبسط، يعني ديما يجي في الباك. عندنا اول جدول عندنا تاع الاودي هذاك تاع النطق، ها هنا فاين اودي، يعني كيفاش تصنفهم في الدي والتي والاي دي. هذه واحده. عندنا تاع جدول تاع السايبولز، ها هنا كما راكم تشوفوا هنا سيبولز، هذه سيبولز. عندنا هذه عندنا الجدول هذا تاع زاد تاع النطق تاع اس. عندنا جدول تاع الفيرب والناون والادجكتيف، هذا ذكرنا في 4 جداول. عندنا جدول واحد تاع البرافيكس والسافيكس، الجدول تاع البرافيكس والسافيكس والروت. هذا كل راح نعطيهم طريقه سهله بسيطه ونفوتهم يعني نورمال. يلا تبعوا معي. نبدو ذكر بالجدول تاع الاس هذا ذكر كان اللي يعرف النطق وكان اللي ما يعرفش النطق. هي شوف سهله بسيطه يعني بلا ما تعب روحك. شوف عندك حروف تحفظهم وتصنف على جهل، كما راكم تشوف. يعني هذا من الحروف وهم عاطيك ثاني بالامثله. يعني كان اللي ما يعرفش مثلا النطق ولا حاجه، انك دكا واش دير مثلا البي كي قدام يكون قدام مثلا، هذه عندنا البي قدام الاس راح يتصنف من الخانه تاع الزاد. شفت مثلا الكا قدام الاس راح يتصنف في الخانه تاع الاس. شفت مثلا الاكس قدام السي راح يتصنف في الخانه تاع ايزاد. يعني هذه لازمك تحفظ لهم الحروف وتشكلهم على جهه الكلمه. يعني مثلا كيما مثلا هذه تاع الاس بفتك، باء والفاء والتاء والكاء بفتك، تجمعهم في كلمه جملات هكا وتحفظهم. هذا هو كيفاش يتصنف الجدول تاع الزاد. يعني الزاد والايزاد والاس، هذا هو النطق تاع الاس كيفاش تخلصه. دوك نروحوا الجدول تاع الاودي، يقولك تصنفهم لي حسب النطق. هي شنو درك لازمك كيما هذاك الاخر ثاني، لازمك تحفظ ضمن الحروف وتعرف كيفاش تصنفهم عليه. هذا من الحروف. يعني لازمك تشوف درك مثلا كيما عندنا التي تشوفها قدام الاودي راح تصنف في الخانه تاع الايدي. مثلا البي قدام الاودي راح تصنف في الخانه تاع التي. مثلا ال ولا ان قدام الاودي تصنف في الخانه تاع الدي. يعني مش لازمك انك تعرف تنطق ولا حاجه، ولازمك تحفظهم كلمات. مثلا كيما تي دي في ايدي، تي دي اللي في الجامعه في ايدي، تي دي في ايدي، وتحفظهم كيما هكا. هذه يعني دير لهم مختصرات وتحفظهم كيما هكا. كملوا الجداول الاخرى. درك بعد ما كملنا الجدول ذاك تاع اس، النطق تاع اس والنطق تاع ايدي هذاك، نروح تاع درك حاليا تاع البرافيكس والروت والسافيكس. برافيكس والروت والسافيكس هي كيفاش البرافيكس كان اللي ما فهمش. كيما احنا مثلا يمدلك في اللغه العربيه يمدلك مثلا كلمه يدخلون، يقولك اعطيني اللاحقه والسابقه واعطيني المصدر. تحط الحرف الياء في السابقه وتحط دخل في المصدر وتحط الواو والنون في اللاحقه. هذه يعني سافيكس. اعطيني قالك السابقه واللاحقه والمصدر. انت درك واش ملزم عليك، لازمك تعرف واش هي البرافيكس والسافيكس. هذا هو. يعني ممكن درك كان درك شوف واش عندنا درك. عندنا درك مثلا درك هاي مثلا عندنا في البرافيكس هذه برافيكس عندنا هذا لك كما تشوف مثلا الحروف. هذا من حروف البرافيكس. يعني كيفاش يتكون البرافيكس. هذا اللي تلقيه ممكن في تلقين في قدام يعني الجمله. هذاك اللي تلقين هذيك يعني برافيكس. والسافيكس هذا اللي راكم تشوفوا فيه مثلا في الجدول. هذا عليك لازم تحفظهم وتفهمهم. يعني كي تعرف ذم وتفهم ممكن تلقي في الجمله تلقي الروت والسافيكس، ممكن تلقي البرافيكس والروت وما تلقي السافيكس. هذه يعني ممكن تلقي من الثلاثه. هذه كما لاحظنا. ذكر نعطوا مثال كيفاش تشوفوهم وكيفاش تعرفوهم. ترك كما لاحظنا هنا جدول تاع البرافيكس والروت والسافيكس. يعني شوف كيما ديس هذه الدايس هذه يعني تلقى في البريفكس، وهذه اي ان يعني في البرافيكس. وكما شفتوا في الخانه الاولى ما كانش كل نورمال تلقي يعني ما كانش البرافيكس. وتشوف في السافيكس يعني اي ان جي اي في او. هذا من لازمك تحفظهم يعني وبعد تقسمهم. كما قلنا كلمه يدخلون نجبد الياء اللوحه في البريفكس ونجبد الواو والنون نحطها في السافيكس ونخلي دخل في الروت. هذا يعني كيفاش يعني قال جزأها الكلمه جزاها. اعطيني السابقه اعطيني اللاحقه اعطيني المصدر. هذه واش معناها السافيكس والبرافيكس والروت. يعني درك بعد ما كملنا هذا الجدول تاع البريفكس والروت والسافيكس نروح الجدول هذا تاع الفيرب والناون والادجكتيف. هذه كي تعرف البريفكس والروت والسافيكس هذه راح يجيك سهل هذا الجدول. يعني هذا مش مطلوب عليه. مرات يمد لك كلمات معنا جمل يعني يمدلك في الادجكتيف يقولك جيبها لي الناون يعني الاسم والفيرب. ومرات يمدلك من الناون يقولك اعطيها لي الادجكتيف واعطيها لي الفيرب. انت كي يعطيها لك الادجكتيف تنحى السافيكس يعني تنحى السافيكس هذيك الزايده تنحى وتروح تجي للناون
وتبدا تطبق عليه هذا نتاع لا ماذا لا مش واضحين، ممكن راه مش واضحين. عبد الحليم ذكر نتاع المونتاج راح يزيد يقدم لكم واضح. راح انت تبدا تسيع عليها وتجرب، تبدا تسيع عليها وتجرب، تنحذك السافيكس تاع الادجكتيف وتجي منه تحطها في النون وتبدا تسيع عليها تسيع عليها. كي تشوفها صلحت تعدلها، ما عليك لا تحفظ لازم السافيكس يعني تاع الادجكتيف والنون. والفيرب راك ترجعها، تنحي السافيكس اللي في النون تجيبها من الفيرب، دير تو وتكتب هذيك الفيرب وخلاص، وتحاول ان يعني لا من قضيه سافيكس والنطق هذا ما كان يعني بسيطه يعني الادجكتيف تنحلو السافيكس تاعو وتجي الادجكتيف وتبدا تسيي عليه السافيكس اللي عنده. وكان عطالك في النون تنحي السافيكس اللي عند تاع النون هذوك الزايدين يعني الحيه الزايده دي وتروح تسيي في الادجكتيف. وكملاحظه يعني اذا كان ينتهي بالتشون كما كوربشن اديكيشن دائما في الادجكتيف راح تجيب الاي في او هذا هو. وراح يوضحها لكم السي عبد الحليم. دركا نروح لديك تاع السيابول هذه السيابول وسيلابول هذه تاع 1 2 3 هذه يعني كيفاش تعرفها وكيف. هذه لازمك تعرف حروف الفوايا، حروف الفوايا هذه تاع كان هنا لا مش تبان لكم غير زين اي او يو اي اي ايغريك. هذه يعني حروف الفوايا لازم تحفظهم. كي تحفظهم اول ما تشوف الجمله تشوف مثلا دركا تشوف الجمله واحد من هذم ياك تبدا تحط عليهم نقطه. يعني قلنا شوف هذه تاع السيرابول هذه يعني شوف وين ما تشوف هذم حروف الفوايا اللي تكلمنا عليهم حروف الفوايا وين ما تشوف عندك الكلمه مثلا اعطاك الكلمات وين ما تشوف الكلمه حط قدامك هذه الكلمه اللي اعطاها لك وين ما تشوف واحد من ذوك الحروف اللي اعطيتهم لك دير نقطه دير نقطه دير نقطه. وبعد كي تكمل خلاص تكمل الكلمه ذيك شوف شحال عندك نقطه. قيت عندك 3 نقاط قيت عندك 2 نقاط هذيك هي التصنيف تاعها. يعني كان قلت لا نقطه واحده كيما مثلا هالب مساعده عندك الاش والاو ال والبي يعني هذيك عندك لو واحد يعني تصنف في الاولى في الخانه الاولى. وتشوف انت تبدا تحط وين ما تشوف واحد من ضمن الحروف راح تحط لي يعني نقطه. وبعد تشوف شحال كلمه عند في الكلمه شحال عندك نقطه وتروح تصنفها في الخانه. يعني هذا مكان عندنا لا ملاحظات في ذي تاع السيلابول. يعني اذا شفت يعني اذا شفت هذه الاودي لازقين في بعضهم يعني في الاخير في الكلمه في الاخير ما تحسبش. يعني اذا كانت الاو هذيك اللي كيما الواو ولا راكم تشوفوا بها كيما الواو مقلوب اذا شفتها لازقه في الدي ولا التي في الكلمه في اخر كلمه ما تحسبش خلاص. اذا شفت مثلا هذا من حروف الفويال جوج مع بعضهم 3 مع بعضهم يتحسبوا لا واحد خلاص. يعني اذا شفت جوج 3 مثلا او اي مع بعضهم يتحسبوا لا واحد ما يتحسبوش 3 ترب. شفت زوج لازقين في بعضهم كيما هذا من حروف الفويال يتحسبوا لا واحد. قلنا ثاني او هذيك اللي كيما الواو يعني مقلوب اذا شفتها في اخر الكلمه ما تحسبهاش. واذا شفتها لازقه في الدي ولا التي في اخر الكلمه ما تحسبش ثاني خلاص. هذا هو يكون يعني تاع السيابول. يعني درك هذيك هي القواعد يعني تاع الجزء الثاني. درك نروحوا الفقرات درك واش عندنا في الفقرات عندنا راح تجيك عندنا الفقرات اليوميه تجيك على الحضارات سيفيليشن ولا على اخلاقيات العمل وثيكين بيزنس ولا على اديوكيشن يعني التربيه والتعليم ولا على فلوينجس اند ايموشنز يعني الشعور والعاطفه. هذا مكان يعني هذا من الوحدات اللي نقراهم في المنهج الدراسي. يعني لازمك دوكا كان بقى تزيد 2 نقاط ولا تنافيغي اخدم فقره ستاندر وادخل بهذا اللي كنت عاد زيد عاود الفيديو خطره 2 3 راح تلقى روحك يعني. ومازال دوك عندي هديه ليكم يعني دركا يعني الفقرات راح تجيك على سيفيليشن ولا اخلاقيات العمل اديوكيشن ولا على شعور العاطفه. هذا يعني هذه الفقرات دركا. احنا راح نحط لكم شتوني دركا دقيقه اللي حاب يسقسين على هذا اللي نخدم به هذا يسموه المراجعه النهائيه في الانجليزيه فور حاجه فور يعني. وهذا اللي يشتوني قبل احنا نشرح به مشروح بالعربيه هذا كامل لازم تشوفوا فيه كل اسئله واكثر من اللي كنت تعليم واكثر من القواعد اللي باقي. يعني راح نحط لكم هذا رابط تحميل في اول تعليق لنا في اول تعليق راح نثبته في اول تعليق في هذا الفيديو راح نحط لكم التحميل. يعني هذا اتك عليه هذا وعلى الفيديو عاودوا خطره 2 راح تلقى روحك خلاص الانجليزيه مش راح تشدك ومش راح تتعبك. يعني دركا احنا دركا لحقنا اللافه تاع الفيديو ما جينا نكملوه ولا تعبنا راه عندنا نهارين وانا نخدم فيه تعبنا من جهه السخانه من جهه من كلش يعني. وحالي ميزير علينا في المونتاج وسكت ساكت يعني. دركا احنا واش بقانا كل واحد الحق لهذه الثواني يعني في الفيديو الحق لهذه اللقطه
يلا باقي نلحقوا الفيديو، يعني في بالي باقي نلحقوه 1000 جام، 1000 جام خلال يومين. انتم تقدروا ديروها ما تخلوهاش في بالي، يعني باقي نلحقوا 1000 جام. بارطاجيو معايا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، في فيسبوكات تاعكم، بارطاجيو، عاونوني باللايك بالبارطاج. راني تعبت خلاص بعد، يلا كيما انا عاونتكم عاونوني وخلاص. هذه يعني لافا تاع. وخا ضيفات على اللفه تاع هذا الفيديو. شنو حبيت نقول لكم؟ غير ما ديروش عليه عاد باسكو على بالنا بلي كسر هضره ولغه الناس. ما ديروش عليه مسكين راه جيعان. ورانا فتحنا باج لنا في فيسبوك خاصه بالقناه، تقدروا تقدموا لنا فيها اقتراحاتكم وانتقاداتكم، ونقدروا مام نكونوا فيها على تواصل. الوغ ديروا لنا فيها جام وبارطاجيوها لاصحابكم وهذا ماك. دركا لحقنا لافا تاع الفيديو يا جماعه، دركا خلاص يعني واش باغي نقول لكم دركا. ما تنساوش تابوني في القناه بايوستكم جديد، وبارطاجيو معنا الفيديو خوتي، بارطاجيو معنا الفيديو ولحقونا الفيديو ال1000 لايك، ما تخلوهاش في بالي. يلا تهلاو، يلا زينين.